مع إنزال الستار لأهم حدث رياضي في العالم وهو مونديال كرة القدم الذي يلعب كل 4 سنوات، أطل المنادي أبو علي الشيباني وصرح عدة تصريحات حول ما بعد المونديال، وقال إن علامات الساعة وعلامات الكبرى بدأت تتحقق وهذه هي النهاية. فتابع الحلقة الأخير حتى تعرف شي توقعات المنادي أبو علي الشيباني بالصوت والصورة. وإذا بعدك ما حضرت جميع توقعات وتنبؤات المنجمين، خاصة تنبؤات مسلسل سيمسون، رح أترك لكم جميع التوقعات بصندوق الوصف. بتمنى عليكم تشاهدوها لأنه حلقات مثيرة للجدل. معكم سمر جوني من قناة المتنبئ. ضوي زر اللايك واشترك بالقناة وخلينا نبلش الموضوع. كلنا بنعرف أنه علامات الساعة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك إشارات وعلامات تحدث عنها جميع الأنبياء بالإضافة إلى جميع الكتب السماوية وخاصة القرآن الكريم. وبيطلع كتير من المفسرين والمحللين وبعض الشيوخ بحللوا موعد نهاية العالم أو موعد تحقيق علامات الساعة. والمنادي أبو علي الشيباني يزعم أنه هو أحد المفسرين للعلامات الكبرى، وأنه لديه معلم خفي ينقل له أخبار المستقبل والعوالم الخفية. عشان هيك أطل في إحدى المقابلات التلفزيونية وصرح أن مونديال قطر سوف يكون بداية النهاية، وسيكون آخر مونديال يلعب في تاريخ العالم. خلينا نروح لتوقعات المنادي أبو علي الشيباني بالصوت والصورة. هل من إخبارات جديدة تبينها لنا لقرب ظهور الإمام؟ عندنا حدث من شهر العاشر إلى نهاية الشهر 12 مرعب، ولكن القضايا تأتي، يعني هاي الأولمبيات اللي صارت بقطر الله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء. يقول معلمي كان المراد منها أن لا تقام. هناك قضايا مرعبة. هل إن القدر في ليلة وضحاها تشب النار في الشرق الأوسط؟ الله أعلم. وقلت إن الغاز ينقطع، وقلت إن الأولمبياد لن يقام، ولكن إذا أقيم فاعلموا والله إنه آخر الأولمبياد بالعالم. إذا أقيم بأمر الله لن يكون إلا آخر أولمبياد بالعالم. أعطينا رأيك بخانة التعليقات. هل فعلا تعتقد أنه علامات الساعة بدت بالظهور؟ وهل فعلا رح يصدق توقعات أبو علي الشيباني أم مجرد هرطقة مش أكتر؟ شاركنا برأيك بخانة التعليقات. وإذا بحب تحضر توقعات جميع المنجمين رح أترك لكم جميع التوقعات بصندوق الوصف. بتمنى عليكم تحضروها وتشتركوا بالقناة. هذا كان كل شيء، بشوفكم بحلقة الجاي.